كلمة نعم. كاكا، كاكائي، نعم. ماذا تعني؟ وهل هي نفسها يعني احكي عربية فصحى لو عراقي لو نورمال؟ شنو تريد؟ كيفك؟ أنت ما شلون يعني ما عندي مشكلة، أنا ما عندي تمام. أي مشكلة. تمام. كلمة كاكائي ماذا تعني؟ وهل هي نفسها يارسان وأهل الحق؟ وهل جميعهم من الكرد؟ تمام. أستاذ العزيز، كاكي بالعراق احنا معروفين كاكي. كاكي هو ككلمة، هي كلمة كردية تعني الأخ الكبير، العطوف أو الرؤوف أو الخدوم، الشهم والصادق والمعيل والمتحمل للمسؤولية والمتدبر لشؤون الآخرين والراعي لمصالح الضعفاء والمدافع عنهم. كما يطلق أيضا في بعض الحالات على الأب ضمن العائلة الكبيرة الموسعة، يشمل الأجداد. كما يطلق للمذكر من الأشخاص العاديين قبل الاسم للدلالة على الاحترام. مثلا نقول سيد فلان، أو يعني كلمة سيد يطلق على الأكثر الأشخاص، يعني في المحافل العامة. لذلك نقول كاك فلان، كاك فلان. هذا الكلمة تستخدم من قبل الشعوب الزاكروسية القديمة، يعني مو كلمة حديثة، يعني مو كلمة صح. ولدت العصور القريبة، لا، عصور قديمة هي متداولة من ذاك الزمن. صح كاكا رجب. نحن كمان نقول كلمة في يارسان، كلمة يارسان أحب يعني أوضح كلمة يارسان. كلمة يارسان، يارسان. يارسان هي الاسم الأصلي للديانة. في العراق يسموننا الكاكي، وفي إيران يسموننا أهل الحق، وفي بعض الأماكن الأخرى في أفغانستان وباكستان أيضا موجودين يسمونهم الكاكية. في الكاكية موجودين أيضا في تركيا. توزيعنا الجغرافي موجود هناك عدة تسميات. هم علويين يسمونهم داخلين المجتمع العربي في تركيا وسوريا أيضا. بس يارسان هي الكلمة الأصلية للديانة، يارسان. ويارسان يعني يار يعني العاشق أو المحب، سان يعني العظيم أو الخالق. لذلك احنا أحباب الخالق أو أحباب العظيم، محبي العظيم أو عاشقي العظيم، عاشقي الخالق. آه هذا اسم الدين الأصلي، الاسم الأصلي للديانة. ممكن تكرر بس هل التفصيلة؟ يارسان، يارسان. محب أو العاشق. يار ثاني صح. عظيم، سان يعني هي عظيم. مقطعين. ثاني يعني العظيم أو الخالق اللي خلق الكون، الله. صح. فإحنا محبي الخالق أو محبي الله أو محبي العظيم. العظيم يعني نقصد فيه الخالق. أو في صح. إيران يرجعون كلمة أهل الحق إلى يعني الحق يعني الله. من هو الحق؟ الله هو الحق. يعني صح. إحنا هذا الاسم في إيران أكثر تداولا، وفي إيران أيضا يسموننا سنجاويين أو القلقانيين ويارسان. هذا كله حسب جغرافيات المتواجدة دي ثم يسمون. جميل كاكا. نحن كمان في سوريا، الكرد في سوريا او كردستان سوريا ما نقول كاكا، نقول كاكو كمان الاخ. كمان تمام. الاخ. ولكن انت قلت انه في تركيا هن العلويين، يعني مندمجين، العلويين. العلوي مندمجين داخل المجتمع العلوي. وفي هند أيضا موجودين، وباكستان وأفغانستان. في الهند وأفغانستان أو منطقة من المناطق يسموهم أيضا اليادغارية. بس في تركيا حوالي 100,000 شخص موجود في منطقة سيواس. سيواس. في سيواس وديرسين. سيواس وديرسم. تمام. نعم. جميل. طبعا يفترقون عن العلوية. نعم. جميل. اختلاف قليل، اختلاف قليل مثلا، عندهم اختلاف قليل عن العلم. جميل. يعني هل كل الكاكائيين نقدر نقول كل الكاكائيين كرد؟ نعم. أكثريتهم لأن الديانة، لغة الديانة هي من النصوص الدينية، هي نصوص مكتوبة بالكردية القديمة، يعني مو الكردية المتداولة اليوم. والأحرف تختلف أيضا، يعني حتى حاليا عندنا 4 أحرف موجودة في الهورانية ما موجودة في الهورانية أو الكردية. آه، هم يعرفون يلقون مثلا في و... 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 و4 أحرف هم
العدل، وموجودة أيضا في نصوص الدينية. جميل. انت قلت النصوص الدينيه، يعني عندكم كتاب؟ مكتوبة بالكردية النصوص. نعم، عندنا كتاب ديني مقدس عندنا، ما وكتاب. في؟ نعم، موجود عندنا كتاب. العفو، العفو. موجود، اسمه شنو سرنجام. اسمه؟ سرنجام. سر أنجام. إيه، سرنجام. سر أنجام، الكتاب المقدس للديانة الكاكائية هو سر أنجام. نعم. تعرف كاكا يعني الكتاب المقدس تاريخ ظهوره امتى انكتب، يعني متى انكتب؟ هي يعني مرت عدة مراحل. احنا تاريخ ظهور الديانة هي ديانة أزلية، يعني تقريبا نقدر نقول مرت تحديثات. يعني محدثين اجوا للديانة، وآخر محدث اجى للديانة اللي حدث الديانة سوى بفورمة حضرة السلطان إسحاق صخر العاشري. سلطان إسحاق موجود مزاره ومرقدة في منطقة دؤاب في الديوة، اللي تكون غرب إيران والشام الشرقية على حدود حلبجة من جهة الطائف. فديانتنا هي ديانة روحانية وديانة أزلية. احنا عندنا مبادئنا ترجع إلى منذ ظهور خلق جار العظيم كثير أديان أخرى أيضا يؤمنون به، أيضا يؤمنون بتناسب الأرواح. لذلك ديانتنا بدأت من ظهور الكون ذات، يعني بعدين نصوصنا تذكر ذلك أيضا. وعندنا نصوصنا القديمة يدين مو كلمة مرجع، احنا ما نستخدم كلمة مرجع كمصطلح، ما مطلوب. وأكثر من نصوص القديم تاريخ الديانة يبدي من التاريخ، أقدر أقول تاريخ البشرية، بس عادات وتقاليد إذا الناحية العلمية راجعناها هي من الديانة. كاكا بعد إذنك أقاطعك. نعم. أنا كمان قلت لو في اثنين من المشاهدين كمان يقولون في مشكلة بالصوت، عندك مشكلة بالصوت. صوتي هسه زين؟ هسه زين، هيك زين. زين، جيد، اوكي. معناه ارفع صوتي. ايوه لو سمحت. تمام تمام تمام، معك. تمام. انت نعم. انت حكيت انه الشيء اللي سمعته الصوت كان ضعيف، انه الديانة الكاكائية ديانة قديمة أزلية، قديمة جدا. من بداية الكون اللي من ايام انفجار العظيم، تبعت عدة مراحل، واحنا امتداد لتراث والفلسفة الميثرائية. جميل. كتراث وفلسفة احنا، اما كعقيدة احنا نؤمن بانه احنا امتداد للبشرية منذ بدء الخليقة. جميل. اذا انتم امتداد للديانة او فرع من الديانة الميثرائية الكاكائية اليارسانية، اهل الحق كلهم يدلون على ديانة واحدة. اذا الديانة الكاكائية هي ديانة توحيدية تؤمن بخالق واحد. نعم، احنا ديانة توحيدية نؤمن بخالق واحد اللي خلق الكون كله، واللي ارسل كل الانبياء لكل الاقوام، ونحترم كل الانبياء ايضا. تحترمون كل. إيه؟ هذا تسمح من لي ناحية تسمح لي الايمان. اشرب سيجارة لو لا؟ نعم. تمام، تفضل. كمبدأ عام احنا مؤمنين بالله خالق الكون كله. آه، ف لكن اركان الديانه او مبادئ الديانه تختلف عن بقيه الاديان، لان احنا عندنا اركان اربعه بالديانه، او المبادئ الاربعه هي مبادئ اساسيه للدين. اللي هي اولا الصدق الصدق. والطهاره. طهارة. نعم. والقناعه والتواضع. قناعة. القناعه والتواضع، او القناعه يعني عدم الانانيه، يعني بالمصطلح اللي عندنا نحكي تمام. يعني الواحد ما يكون اناني.
مو يكون انتحاري بالمعنى الآخر أو ايه يضحي بنفسه. والتضحية يعني تجي تضحية مع القناعة، يعني تقريبا المصطلح اللي إذا نترجم المصطلح مالنا ياخذ مصطلحين بالعربي: التضحية والقناعة. التضحية والقناعة. أنا كنت أريد التواضع، أسألك. التسامح والتواضع بالضبط. الآخر. هلا باكير كاكا رجب، الرجاء هلا لو هو التواضع والتسامح يجي. أما نيستي يعني القناعة والتضحية بالذات. جميل. هلا أنت لما قلت التسامح القناعة صوتك كان عالي، كان جيد جدا. أنت لما ترفع صوتك نحن نسمع أكثر، نعم. حبذا يا ريت لو ترفع جيد صوتك. جيد. لا أرفع أعزائي تون المشاهدين. صوت. تمام. جميل. دنجي خوانكي هيلد بلينكي. أعزائي المشاهدين، باشا. باشا. بعد أن أنتهي من الأسئلة للضيف الكريم سوف أعود أنا أقرأ تعليقاتكم. طبعا الصديق ياسر، هو هنالك هذا السؤال والضيف جاوب، قال: نحن نؤمن نحترم بجميع الأديان، ولكننا نختلف عنهم فيما يتعلق بالأركان الديانة الكاكائية. أنت ذكرت الآن، لم نعد هنالك حاجة أن أذكر لك ما هي أركان الديانة الكاكائية، أليس كذلك؟ أنت ذكرت ذلك، نعم. قلت: الصدق، نعم. التواضع، الطهارة أولا، باكي، الطهارة. يعني روح طاهرة، جسد طاهر، فكر طاهر، لسان طاهر، عين طاهرة. يعني أنت تكون دائما تحافظ على طهارتك الشخصية الروحية. آه، الصدق، هو أنت من تكون صادق ما تقدر تفعل عمل سيء، لأن أنت خاف ما تقدر تكذب. كن صادق، صادق في نيتك وفي كلامك. وكذلك عندنا آه، نيستي وردا. نيستي يعني عدم الأنانية والتضحية، يعني القناعة والتضحية بالذات يجي. أما الردى هو التسامح والقناعة يجي، يعني التواضع والتسامح يجي. إنسان يكون متواضع ومتسامح. هذا أربع أسس أو أربع مبادئ أساسية للديانة، للفرد المؤمن بالديانة. جميل جميل. يؤمن بوحدانية، بالنسبة ويكون عنده مؤمن بوحدانية الله، ومؤمن وكذلك عنده مستند إلى أربع مبادئ أساسية بالديانة اللي هي بمثابة الأركان. جميل جدا. إذا أركان الديانة الكاكائية بداية هي الإيمان بالله الواحد الأحد، نعم. ولديهم 4 أركان جميلة جدا. بالنسبة هذه هي نستطيع أن نقول عنها أنها معتقدات، أيضا معتقدات. لا، الاعتقاد احنا من ناحية هذا مبادئ. المعتقد انت تعتقد بانه الله موجود وانبياء موجودين وفي نصوص دينية. انت وكلمة اعتقاد يثير الشك. تمام لو لا تعتقد هذا موجود او لا. لا، احنا ما نحكي عن الاعتقاد، احنا مؤمنين. جميل. اذا اني امن بشيء عبرت مرحلة الاعتقاد. صح. الأماكن المقدسة للديانة الكاكائية، نعم. هل هنالك أماكن مقدسة، وأين تتواجد هذه الأماكن؟ عندنا اماكن مقدسة في العراق، وعندنا اماكن مقدسة في ايران ومناطق اخرى. الموجودين القبلة وبمثابة القبلة اللي هي موجود منطقة فرديور اليوم. موقع دفن حضرة سلطان إسحاق أيضا موجود هناك. هذا المنطقة والواحد المنطقة الأولى اللي يتوجه إلى اليارسانيين المؤمنين بالديانة اليارسانيين كموقع حج. وأكو مناطق ومزارات أخرى، ولكن في العراق عندنا مقام سيد إبراهيم في بغداد، وسيد أحمد في كركوك، وباوى محمود في منطقة خانقين، وخمس مزارات موجودين في موصل. وفي حلبجة عندنا عدة مزارات موجودين. هذه المناطق اللي تواجد فيه مزاراتنا الدين. جميل. السلطان إسحاق يعتبر يعني مرشد للديانة الكاكائية أو ماذا؟ محدث اللي حدث الديانة، جمع آه النصوص و كانت موجودة في لغة قديمة وحدث. وأصحابه أيضا قاموا بكتابته من جديد وحدث أمور أخرى في الديانة، ولذلك هو يعتبر المحدث في الديانة، واللي عمل ثورة في ذاك الزمن يعني لتحديث الديانة، وأعلن للملأ ذاك
ذاك بدأت توازى وعمل تحديث لمناطق أخرى، قام بحملة تحديث الديانة. هل تاريخ ولادته أو وفاته معروفين بالنسبة لديكم أم لا؟ تقريبا 651 هجرية، هيجي 670 هجرية ذاك الفترة. 651 670 تقريبا هجري. القرن السابع الهجري. القرن السابع الهجري. الربع الأول. طيب بالنسبة للأعياد، ما هي أعيادكم والمراسيم الدينية؟ احنا عندنا 3 أعياد. عندنا عيد خاونكار. خاونكار؟ وعيد خاونكار يعني عيد صاحب الشأن، صاحب الخلق كله. وعندنا عيد طوالفات، واثنينات العيد يعني واحد يعني بداية 400 الشتاء والآخر في منتصف ما بعد منتصف 400 الشتاء يكون. أحيانا الصوت ينقطع كاكا رجل. عيد نوروز، وعندنا عيد نوروز هو يعني يعتبر رأس السنة عندنا، لأن هو نفس اليوم اللي ولد به سلطان إسحاق. طب بما أنه صوتك كان يقطع شوي، ممكن نعيد مثلا عيد نيروز يعتبر مثلا العيد القومي للكرد؟ يعتبر عيد قومي للكرد. احنا ما علينا بالناحية القومية من عندنا، لا عيد لأنه يعتبر أول يوم من السنة حسب تقويمنا اللي احنا نعتمد عليه كالمؤمنين اليابانيين يعتمدون عليه كتقويم رأس السنة. وأيضا يصادف أول يوم من يوم نوروز يصادف يوم ميلاد حضرة سلطان إسحاق. أنا سؤالي كان إنه يعني العفو، أنا قلت هو يعني العيد نيروز هو العيد القومي للكرد، أيضا يعتبر عيدا دينيا لدى الديانة الكاكائية. تمام بالضبط. ولدى البهائيين أيضا. لدى البهائيين أيضا، هم أيضا ديانة. أيضا ولدى الزرادشتية أيضا حسب ما سمعت صح. منهم. صح، البير لقمان أيضا قال ذلك. لدى الشامانيين أيضا في مناطق قريبة على روسيا وإيران، اللي تركيا أيضا الديانة القديمة للأتراكية الشامانية. إن شاء الله سأستضيفهم أيضا على قناتي، طبعا عن طريقك إن كنت تعرف أحدهم في المستقبل بإذن الله. أنت قلت عيد النوروز واحد، أنت قلت خداكار العيد الثاني قولطاس. قولطاس. يعني عهد السماء يعني يعتبر إذا ترجمناها. وعيد خاونكار أيضا قلنا. هذا العيدين يصيرون في أربعينية الشتاء. أربعينية الشتاء، هذا العيدين الأخيرين في أربعينية الشتاء. نعم. طيب أنت الآن قبل قليل تحدثت عن توزع أتباع الديانة الكاكائية، حبذا لو تقول لنا بالتفصيل التوزع الجغرافي لأتباع الديانة الكاكائية وعددهم التقريبي. يتوزعون المناطق اللي كانوا منها، يعني ما نقدر نقول بزغوا منها أو انتشروا فيها، هو متواجدين منذ قدم الأزل من ضمن المناطق يعني. والعوائل تعد كركوك في العراق من مراكزهم الرئيسية، وينتشرون في مندلي وبدرة وزرباطية وموصلية جبل وخانقين وجلونا وقرنتبة وسعدية وشهربان وحمدين وقماطي وداقوق الحويجة سابقة سمابقة دي. وكذلك في أربيل وسهل نينوى وموصل وجعفر وخرقوش والموصل وكلار وحلبجة وسليمانية. أما في إيران في تواجدهم أكثر يكون في إيلام والغرسان وكرمانشاه وكرمان وكشكو وإيلام وجرنداب ومراغ وهمدان. مثل ما قلت لك موجودين في قزوين ومازندران وأذربيجان وزنجان أذربيجان الغربية والشرقية أيضا وزنجان والشيراز وطهران وطراح. عددهم في إيران حوالي 3 ملايين شخص. أما في العراق 150,000 تقريبا. نقدر نقول في العالم يتواجد حوالي 10 ملايين إلى 12 مليون كاكي في العالم ككل. 10 ملايين. نعم متوزعين ومتواجدون أيضا في أرمينيا وجورجيا وروسيا وباكستان وأفغانستان أيضا. طيب أنت قلت في إيران حوالي 3 ملايين صح؟ نعم. 3 ملايين. باش كاكا. وفي العراق حوالي 120,000. 120,000
في العراق. توزع طبعا على الأرض الكردية في كردستان، يعني كردستان. المناطق اللي هسه حاليا يسموها مناطق متنازع عليها حسب الدستور العراقي، المناطق نعم نعم اللي نعم. تعبير آه، برلمان كردستان، مناطق مستقطعة أو يعني هي موجودة مناطق مختلطة في سهل نينوى، موصل، كركوك، داقوق، وخانقين، في ديالى أيضا، بخصوص خرمات في محافظة صلاح الدين موجود. باشا، نظرة الكاكائية للأديان الأخرى، نعم. شنو نظرة الكاكائية، الدين الكاكائي للأديان الأخرى؟ نفس النظرة للفرد الكاكي المؤمن الكاكي ينظر إلى الأديان الأخرى بنفس المسافة، لأن إحنا ديانتنا إحنا نؤمن بتناسخ الأرواح. الدروز يقولون أدوار وأكوار، هو المصطلح الدروز أحسن من تناسخ الأرواح. إحنا هذا الروح، الإنسان من يموت الروح ما يموت، الروح يروح إلى دار حقه ويتحاسب حسب أعماله ويعاد إلى جسم جديد. يعني يجوز أنا اليوم كاكي أموت، روحي يكون يولد في عائلة مسلمة أو بوذية أو هندوسية أو سيخي أو يكون قريب على دلاي لاما في منطقة تبت. ذلك إحنا كل الأنبياء والأولياء نشوف أرواح صالحين وملائكة مقربين من الله. لذلك إحنا اللي يجب علينا، الدين يفرض علينا نحترمهم. أي شخص من عندنا المؤمن الكاكي إذا يغلط على أي دين آخر يعتبر هذا الشخص أساء إلى عقيدته، إلى إيمانه، يعني انحرف عنا. لذلك يفرض علينا نحترم كل الأديان. بمعنى أنه الديانة الكاكائية الأنبياء. تؤمن ببقية الأديان وتحترمهم. نعم نعم بالضبط. باشا، بس كاكا ليش ده البعض يقولون، البعض أنا قريت البعض يقول أنه الكاكائيين بالأصل مسلمين، وأنه علي بن أبي طالب مقدس لديهم. يا ترى شو مدى صدق هذا الكلام أو مدى عدم مصداقية هذا الكلام؟ شكرا. في بداية هذا الموضوع كنت أتوقع هذا السؤال يجي. هذا السؤال بسبب انغلاق المجتمع الكاكي، بسبب انغلاق المجتمع الكاكي في العراق أو حتى في إيران، المجتمع الياساني ككل أتباع هذا يعني. هو في زمن المسلمين يسموه فتوحات واحنا نسميه غزوات، يعني هو حسب التعبير كل من يشوفه بالنسبة له نسميه غزوات، لأنهم غزوا، اجوا غيروا السلطة الموجودة هناك وقاموا يسوون دعوة للديانة الإسلامية. ثم يقولون طبعا كانت بالقوة، والتاريخ الطبري يذكر هذا الموضوع. وصادف ذاك الفترة أثناء كان خلافة الإمام علي. ذلك قسم من ذاك الزمن من الناس دعوا بأنهم أتباع الإمام علي عبرة ما واجهوا القتل والإبادة، يعني ترى يعني حتى يتركون بأنه يحافظون على بقائهم. وهذا حاليا يسموه التقية، يعني زمن التقية كانت هكذا هي ماشية. وكذلك احنا في نصوصنا الدينية أيضا أقدم من الإسلام، نبأ يجي نبي ومعاه شخص آخر الإمام علي ويحكي عن البقية أيضا. في النصوص الدينية مكتوب أنه الإمام علي شخص كل شوية أكثر سماحة من البقية. ذلك جماعتنا تندوا على هذا ذاك الزمن على هذين النصوص الموجودة، وادعوا بأنهم تابعين للإمام علي. وما أنت لو تروح على مناطقنا ما تشوف لك لا مسجد ولا حسينية موجودة، ولا تشوف لك كاكي بمكان يصلي أو يصوم من رمضان، شهر رمضان، اللي يصادقون الكاكي أيضا يعرفون بهذا المقام. بس إذا أنت مثل ما أشرت إلى تاريخ الطبري يعني يذكر بأنه من جوفة وجلولات لو آلاف إبادة، هي إبادة. ممكن أختصر كلامك حسب ما قلت؟ نعم. إذا كان صوتك أحيانا يقطع، مشان أوضح للمشاهدين أنت شو قلت. أنت وضح.
تمام. واذا انا اخطات صحح لي. انت قلت وقت غزو الاسلامي كان في عهد علي بن ابي طالب، فالبعض من الكاكائين مشان يحموا حالهم من القتل، وانت قلت انه علي كان متسامح، مشان الكاكائين يحموا حالهم قالوا نحن اتباع الامام علي، ولهالشي طلع علينا هالقول. في البعض يحجون هيك، ولكن نحن لا عنا لا جوامع لا حسينيات ولا شيء. نحن مو بالضبط. مسلمين، نحن أقدم من المسلمين. نعم. الديانة الكاكائية تعود إلى قبل عهد أو ميلاد السيد المسيح. نعم، حسب إذا الديانة. حسب المستشرقين الروس والألمان اللي هم عملوا دراسات في وقتها، يعني قبل 200 سنة الروس عملوا دراسات والمستشرقين عندهم الألمان اجوا. هم يعني الديانة عود تاريخها قسم يقولون 5000 سنة قبل الميلاد، قسم يقولون 3000 قبل الميلاد، قسم يقولون 4000 سنة قبل الميلاد. بالنتيجة هي قبل الميلاد، وهي امتداد الديانات الموجودة في حوض جبال زاكروس اللي اليوم يسموه كردستان. سابقا هذا المنطقة كانت تدين بالديانة الميثرائية، واحنا عاداتنا وتقاليدنا إذا قارناها بتلك الديانة السابقة اللي هم السومريين أيضا امتداد لذلك الديانة، المجتمع نفسه هي تلقى نفس الطقوس، حتى نفس الملابس، نفس الصور، حتى الطنبور موجود والثور موجود، هذا كله موجود لحد اليوم داخل المجتمع الياسر. نأتي إلى الطنبور والموسيقى. نعم. في أحد الأيام كنت ضيفا لدى صديقي تشولي الكردي الزرادشتي، الكردي من أتباع الديانة الزرادشتية، فأراني مقطع فيديو للإخوة الكاكائيين وهم يعزفون كأنها تراتيل دينية. كانت تتوفر لديهم معظم الأدوات الموسيقية، لذلك أردت أن أسألك بأن الموسيقى تحتل مكانة مرموقة في الديانة الكاكائية، فما السبب؟ وهل هي من الطقوس الدينية أيضا؟ نعم، هو جزء من الطقوس الدينية. طقوسنا الدينية يكون ب عندنا سنويا نكون تجمع ديني يصير، يكون مثل مهرجان يعتبر كبير جدا ويقام في إيران. طبعا هذا التجمع أي طقس ديني بدون موسيقى ما يتواجد، وذاك المكان يتواجدون رجال ونساء يعزفون كلهم بروح وحدة، كأنما شخص واحد يعزف على كل الطنبور. أنت من تسمعه تحس ب تجانس عظيم روحي، اختلط مع الجو الموسيقى الرائع اللي تسمعه، وموسيقى أفغانية خالصة. وهذا الموسيقى موجودة مع كل الطقوس. لذلك الطقس الديني الإنسان من يدخل أي طقس ديني كل الأديان مو بس ديانتنا دائما يحب يكون روحه وحيدة وينعزل مع المحيط روحيا مو جسديا. لذلك أي شيء يساعد الروح على العزلة والانطلاق الروحي اللي يتجانس مع ذاته، هو الموسيقى يساعد. لذلك أحد ما عندنا طقس بدون موسيقى، وهو المساعد للروح حتى يعني يصعد روحيا ويتناسق مع ذاته. عجل نقدر نقول كل كاكائي يعزف على الطنبور او الموسيقى؟ مو كله، مثلا انا ما اعرف اعزف، سبب يا ريت بس تتعلم كاكا. الاكثريه يعني الأكثرية يعرفون. هو فقط تعزفون على الطنبور؟ أنا شفت نعم. آلات ثانية. نعم، آلات ثانية أيضا، بس الطنبور هي الأساس، يعني هي الأكثر تداولا. هي الأكثر تداولا. طبعا أنا بعدين أرجع للتعليقات، ولكن محمود كولو أخي في له سؤال أنا كمان كنت حابب أنه أسأله، مع أني أعرف الجواب من كلامك ومن تعريف الديانة الكاكائية، أعرف الجواب. دا يقول أنه هل لديكم الدين أولوية أم القومية؟ الدين والقومية. نعم، يعني أنتم مثلا أي شيء أولوية عندكم، يعني مكانتها، هل كثير تهتمون بالدين أو بقوميتكم الكردية؟
هو الموضوع لان احنا ما صدف عندنا يكون دين ثاني. إحنا ديانتنا هي مكتوبه بنفس وسطنا، لان احنا ما نشوف مع نفسنا انفصال عن القوميه او فصل القوميه عن الدين. صح. هو شيء واحد عندنا، لذلك احنا ما فرد يوم شعرنا يكون احنا بحاجه الى خطاب قومي منشق من الفكر الديني. صح. يعني اذا كان ديانتنا نصوصا مكتوبه بغير لغه، يجوز ذاك الوقت كنا نفكر نقول يابا احنا نهتم بالشأن الديني وما نهتم بالشأن القومي. ومناطقنا المقدسة وطقوسنا كلها في أرضنا احنا، وأرضنا يعني احنا اللي عشناها أسلافنا منذ عصور قديمة، يعني مو 10 قرون أو 20 قرن أكثر. صح. صح. انتم عندكم، انا لاحظت عندكم والزردشتيين كمان القوميه والديانه واحد. ما عندنا يعني فرد يوم ما شفت شخص يقول يابا عزلوا الخطاب القومي عن الديني والخطاب الديني عن القومي، وبخلافه يعني ما عندنا صح. إشكالية بهذا. هي طقوسكم نصوصكم كلياتها باللغه الكرديه. نعم نعم ما طب عندنا أي، ما عندنا كاكا إشكالية في الموضوع. كاكا رجب، أنا ما كنت أريد أسألك هالسؤال، ولكن أنت حكيت عن أنه في احتفال ديني يصير في إيران وتعزفون الموسيقى ويتجمع النساء والرجال جميعا. أنا شاهدت فيديو، أنت أرسلت لي إياه، شاهدت فيديو كان هنالك افتراء تعرفوا بيبختي، نعم افتراء بخصوص هذا اليوم. هو قال الفيديو يقول طبعا الافتراء صاير على الشيعة كمان وعلى السنة كمان، هو تيقول هيك، قال صاير على الكاكائين كمان، يمكن لأنه منغلقين شوي. فبالنسبة لهالطقس اللي تجتمعون فيه، هل يعني شو هي المناسبة؟ ويا ترى، طبعا أعرف أنه افتراء، ولكن يا ترى مثل ليش يقولون أنه يطفون الأنوار وما بعرف شو، يعني كتير أكاذيب تصير. حبذا يا ريت إذا في مجال تشرح لنا عن هالطقس الديني، السبب وشو عم يصير. آه، سبب هو بسبب الإغلاق، وأنت جاوبتني. وهذا الفيديو اللي بعثته لك هو شخص يعني يدافع عن الكاكاية، يقول هذا افتراء صح. ببخيل. هو الشخص أيضا صح. الأخ اللي عمل الفيديو هو صح. أيضا يرد على الشخص، يقول هذا الافتراءات سابقا صح. كانوا يحكوا عن الكاكاية. احنا عندنا احتفال سنوي وبعز النهار مو بالليل حتى يكون اطفاء النار او غيرها. هذا يعني اكاذيب المجتمعات المحيطه اللي تبحث عن حجج لتهجم على الكاكائيه، سواء فكرا سواء طموح على اراضي الكاكائيه، وتبحث عن حجج. كل صح. طقس ديني يمارس المجتمع المعتنق به يعني يدخله. الشخص اذا ما مؤمن بالدين كيف يدخل؟ هذا اني مو مؤمن مسيحي، ليش ادخل طقوس مسيحيه وانا شخص مؤمن كاكائي ومارس طقوسي الكاكائيه؟ ليش اروح على الجامع واختلط مع مصلين؟ هذا مو من شأني ولا من شأني افتري عليهم. لذلك صح. الاخوه في ذاك الزمن او كتاب لاغراض سياسيه كتبوا صح. بشكل محرف عن الكاكائيه حتى يبحثون عن حجه لصهر الكاكائيه، لان بنظرهم الكاكائيه كرد. لذلك إذا يقل الكردي من منطقة جغرافية معينة، هو إذا حصل تغيير ديموغرافي لصالح غير الكرد. إحنا في زمن البعث في العراق ما كان عندنا إشكالية دينية، كان عندنا إشكالية قومية. صح. حتى أفرادنا كانوا ينضمون أيديولوجيا إلى الأحزاب الكردية المعارضة. ما شفنا فرد يوم شخص كافي ينضم إلى حزب معارض عربي أو تركماني أو علماني آخر. كانوا ينضمون قلة قليلة إلى حزب الشيوعي وهو حزب أممي وفيه فسحة، ولكن ما شفنا كاكي ينضم إلى حزب الاتحاد الإسلامي العراقي أو الكردستاني. ما شفنا فرديون ينضم واحد كاكي إلى أحزاب. لكن في زمن البعث اكو كتاب، وقبل حزب البعث من أيام حكم القوميين وفي عهد الملكي، اكو شخص عباس عزاوي أردأ الشخص أو كتب عن الكاكائية وما أنصف الكاكائية هو عباس عزاوي وغيره أيضا. عباس آه عزام. نعم.
كتب تاريخ الكاكية في العراق. هذا الشخص كتاباته كلش سيئة عن الكاكية، وهو أحد المصادر الافتراءات في بختي يعني تسميته، فهو أحدهم. غيره أيضا يعني ما أحب أذكر أساميهم. وأيضا كتاب آخرين لحد اليوم أكو كتاب يريدون من الناحية الدينية يسلمون الكاكئية أو تحقق حملة تشيع على الكاكئية حاليا. حملة تشيع يقام الولائيين يجون يبحثون عن بعثيين قدماء أو شخص عنده مشاكل داخل المجتمعات المحيطة وياه، ويجوا يشوقوا ينطوا امتيازات. يعني هسه في الآونة الأخيرة شفنا ناس شباب متأثرين بهذول الأشخاص البعثيين القدماء داخل المجتمع الكاكي. كان عدة أشخاص كانوا ينتمون بسبب امتيازاتهم في زمن البعث، وكانوا كان عضو في المجلس الوطني في ذاك الزمن. هسه حاليا قام يروج بين شباب الكاكي ويحكي يقول إذا أنتم تقولون إحنا مو مسلمين أكراد السنة يقتلونكم، أنتم لازم تقولون إحنا الشيعة حتى الأكراد السنة ما يقتلونكم. شوف المبرر. أولا أنت في الموصل وسط سني وسني عربي وسني كردي، أوكي، ليش تروج للفكر الشيعي؟ إذا السني الكردي أو السني العربي ما عنده مشكلة وياك، باشر عقب أنت بسبب الحرب الطائفية الطاحنة الموجودة حاليا في العراق تنتمي وتتبع وتوالي الولائيين الموجودين في العراق. الولائيين اللي أقصد هم التابعين لولايات الفقيه في إيران يتبعونه، وانت بالموصل إذا أنت بالقوة تجيب عداء لنفسك. لأن العربي السني أنت ما عنده مشكلة وياك إذا تقول كاكئي، أو الكردي السني يجوز هو يعتبرك أخ من الناحية القومية، صح ديني يختلف عنه بس ما عنده مشكلة وياك دينيا أيضا. ولكن إذا أنت تقول أنا الشيعي متابع إلى ولاية الفقيه، إذا أنت تواجه مشكلة أيديولوجية. يعني إحنا هسه نواجه هذا المشكلة حاليا بسبب أشخاص اللي كانوا يجي. لذلك الافتراءات مع العصور تختلف. صح. مع العصور كل عصر عنده نوعية خاصة من الافتراءات. العزاوي عربي مسلم؟ نعم العزاوي اللي الله يرحمه متوفى ما بعرف. عنا كمان مثلا في عرب بمناطقنا يعرفون الواقع والحقيقة وكل شيء، انه الارض كردية، الشعب كردي، الاغلبية كردية. ترى يجتهدون وياخذون فلوس كمان من غير دول ليقولوا انه الكرد اقلية في مناطقهم. على كل هذا موضوع طويل وتاريخي، ولكن انا احد سبب الافتراءات هو اما طمع او شيء ايديولوجي للمجتمعات المحيطه. يعني احنا مو مجتمع واحد نقدر نسلم. مثلا اكو مجتمعات قريبه في سهل ميناء عن الكاكيه، الشيعه يريدون يكثفون حجمهم يشيعون الكاكيه معهم، لذلك يريد يصير اكثر عددا. هذا موضوع سياسي لليوم. ايضا في زمن عباس عزاوي القوميين في العراق كتبوا عن كل الغير العرب، كتبوا خزعبلات هوايه ايضا. يعني انا ما اريد اذكرهم هنا لان احنا البرنامج عن الديانه الكاثوليكيه وجغرافيا. صح، عن الديانه صح عن الافتراء ببختي، عن الكاكائيه وببختي. فهذا كله اسباب اكو دوافع له. اذا الدوافع هي طمع، سياسه، جشع مو اكثر. على كل نحن اقدر اقول انا علي كولو وغالبيه الكرد في سوريا او كردستان الغربيه، ما احب اقول الكل، ما يصير ان نعمم. طبعا نحن صح كرد مسلمين وسنه كمان، ولكن ما في عنا موضوع الطوائف، ونفتخر باخواننا الكاكائين والزردشتين والايزيديين، نفتخر فيهم نحن، يعني غير قابل للنقاش هالموضوع. نفتخر فيكم. هلا نجي تسلم، هلا نجي لمكانة المرأة في الديانة الكاكائية. احكي لنا عن مكانة المرأة، المساواة بينها وبين الرجل، واحكي لنا هيك باختصار عن الزواج والطلاق وتعدد الزوجات، عندكم او لا؟ نحن المسلمين نحب هالشيء، نقول تعدد الزوجات، نحن المسلمين نحب هالفقرة هاي تعدد الزوجات.
أولا مكانة المرأة هي مثل مكانة الرجل، يعني احنا نؤمن بأنه الروح، والروح لا مذكر ولا مؤنث، إذا هي لها حق الحياة مثلي أني، حق الميراث مثلي أني، وعندها تمام. مكانة معتبرة داخل المجتمع، لأن هي تربي الأسرة العائلة كلها، لأن هي ربة البيت. حتى باللغة العربية ربة البيت كلمة رب الأسرة عندنا، وربة البيت عندنا بالعربي، تمام ولا؟ إذا صح. هي مكانة عظيمة، مو مكانة راقية، لأن الرقي والراقي يختلف عن العظيم. عظمة، مكانة عظيمة كبيرة، لذلك احنا مهتمين بشأن المرأة. أولا من ناحية الميراث، ومن ناحية الزواج. تسأل أولا الزواج يتم برضا الطرفين طبعا، وبعدين المراسيم تكون بحضور الوالدين ورجال الدين موجودين، وكذلك ولادة الأطفال وذن الشغلات كلها تتم مراسيم محددة. هذا يكون المرأة حضور المرأة طبعا، مو مشاركة، لأن حتى في جزء واجبات تقع على عاتق المرأة وواجبات على عاتق الرجل. حتى تشوف الفيديو اللي شفته يقول قاعدين رجال ونساء يحسنون منظور. إذا هم ما عندنا احنا داخل المجتمع، ما عندنا تفرقة بين الرجل والمرأة من ناحية الحقوق والمشاركة، وعندنا شخصيات نسائية سابقة داخل الديانة موجودة. مساواة تأثير، تامة. نعم موجودين شخصيات دينية نساء، مو الرجال. ف أما بالنسبة للزواج، تعدد الزوجات، احنا ما عندنا تعدد الزوجات كالموجود داخل الإسلام عندنا، ولا يوجد طلاق كالطلاق الرجل براحته يقول أنت طالق هيجي، لا، ما عندنا. الطلاق روحي، والعقد الزواج يكون عقد روحي. طلاق أي واحد منهم يكون الثاني هو طلاق بدون، يعني طلاق روحي يصير. ذلك الأسرة الكهنوية متماسكة أكثر، يكون عندنا توصيات عليها، مو سهلة تكوين الأسرة، قيمة روحية دي، كون بشر، ورثة بشر، بعدين عقبك بشر، طبعا. عائلة عندك صح. أطفال، وهذا الأطفال يكبرون. إذا أنت نبتة إلهية، يعني النبتة لازم يكون عندك ثمر، لازم تتزوج، لازم يكون عندك عائلة. بالنتيجة تعدد الزوجات يعني ما عندنا، في حالات واحدة بس، إذا الزوجة توفت تقدر تتزوج، وإذا الزوجة ما أنجبت تأكدت الزوجة ما تنجب، لأن العلم تطور، الرجل يقدر يفحص الزوج، يكون الحكم به مو بالزوجة، تتزوج عليه. وإذا كانت المرأة كلش مريضة وتعبانة وصارت عندها يعني عوق أو شيء لا سامح الله، ذاك الحالة يقدر يتزوج بدل ما يكون رفاهًا هو من لين العفو، يتزوج عليها. العفو، نعم، يتزوج عليها لازم، أو يطلقها لا، ويتزوج. يتزوج عليها. أما الطلاق في حالة الخيانة فقط. أنا أشرت له، قلت تمام. أشرت له الطلاق في حالة الخيانة. بالنسبة للرجل والمرأة الاثنين. نعم، نعم، نفس الشيء، نفس الشيء. إذا حقوقها، تاخذ العفو، حقوقها. إذا في تعدد الزوجات بالديانة الكاكائية في حالتين. في بشكل مشروط ومحدود. تمام. مفهوم. نعم، في حالة عدم إنجاب الزوجة، وفي نعم. حالة مرض الزوجة. مرض يعني معيق، يعني مثلا صار بها شلل، تمام. يعني او يعني ما تقدر تخدم نفسها حتى، مو بس صح. تخدم زوجها، تمام ولا؟ فهذا بارك. الحالات يعني يمكن يتزوج عليها. باشا. هلا أنت حكيت عن أركان الديانة الكاكائية. نعم، ترى إذا سألتك عن ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الشخص الكاكائي، هي نفسها موضوع الصدق، الطهارة، أم في أمور ثانية؟ الشخص الكاكائي شو لازم يتوفر فيه؟
هذين الأركان اللي أنا أشرت له هو مبادئ الموجودة لدى الكاكائية، ووالد من عائلة كاكائية. جميل. نعم، يولد من هذا عائلة كاكائية من أب وأم كاكائي. يعني الصفات لازم يمس موضوع الطهارة، طهارة الروح، طبعا ما نقصد فقط طهارة الجسد. نعم. الطهارة، الصدق، التواضع. نعم. والقناعة. القناعة. أربع أركان رئيسية. القناعة وعدم والتضحية بالذات. تضحية بالذات، يعني التضحية بالذات أنت ذكرت قلت مو انتحار نروح ننتحر، لا، التضحية معناته تكون متواضع جدا، يعني تقدر تخدم. هاي صفات نبيلة إذا تواجدت بالإنسان. نعم، صفات إنسانية نبيلة. طبعا ملاحظة، مو كل فرد كاكائي يقدر ينفذ هذين الأربعة تكامليا، لأن أي شخص، أي إنسان إذا طبق هذين المبادئ الأربعة، الأسس الأربعة، يعتبر ملاك، يعني مو إنسان. صح. لذلك يعني هي نسبة توافقية، أنت تقدر إلى حد ما تلتزم به، تحاول تتمسك به، تحاول تطبقه، لأن يجوز داخل لك المجتمع الكاكائي مجتمع كبير، داخل المجتمع تلقى إنسان سيء وإنسان صالح، لذلك نسبة وتناسب. صح. يا ريت أنا وأنت مع بعض بس نكرر مع بعض يعني أركان الديانة الكاكائية والصفات التي يجب أن تتوافر في الإنسان الكاكائي، وبعدين أحكي. نقول الطهارة. 1. الطهارة، طهارة الروح، طهارة الجسد. الصدق، التواضع. صدق النية، وصدق الكلام، وصدق الفعل. التواضع. الطهارة، الصدق، التواضع. نعم، التواضع والتسامح. يعني التواضع والتسامح. والتسامح. تواضع والتسامح. القناعة، يعني أنا بالمصطلح الكردي هو كلمة واحدة بس، بالعربي بعض مرات ما تلقى له مصطلح بديل، تجيب لك شنو مصطلحين من الناحية الفعلية يكون قريب عليه. إذا التواضع و والقناعة والتضحية بالذات، هذا كله مبادئ يعني إنسانية حلوة. الإنسان من شو يضحي تسمونها بالكردي؟ شو تسمونها؟ نيستي ورداء. نيستي عدم الأنانية. نيستي. نيستي خونويست، يعني إنسان مو أناني خونويست. وقنوع. مو أناني وقنوع. نحن نقول خناديت. خناديت يعني متواضع. تمام. جديد. متواضع وعدم أنانية. ردى الشخص المقتنع، يقتنع باللي يصيبه واللي عنده، ما يكون طموع، ما يكون طماع طماع يريد يستولي على صح. هذا. إذا قناعة والتضحية بالذات، يعني اللي زايد عنده يعطيه، يشارك الآخرين به. باشا كاكا، أنا خلال دقيقة أكرر، يعني ألخص مثل ما أنا فهمت. نعم. أنا فهمت أنه الديانة الكاكائية تعني الأخ الكبير، هي محل احترام، هي نفسها الديانة اليارسانية، نفسها هي الديانة اليارسانية. نعم. اليارسانية بمعنى اليار الحبيب، نعم. صان بمعنى الحق. يا نعم. يا أهل الحق. بمعنى أهل الحق. يسمون في إيران بأهل الحق، ولديهم أيضا متواجدين في كثير من الدول، خاصة في أجزاء كردستان الثلاثة، العراق، كردستان العراق، كردستان إيران، كردستان تركيا. عدد أتباعهم 3 مليون في إيران، وحوالي 120 ألف في كردستان العراق، وفي العراق عموما. وفي تركيا أيضا في سيواس وديرسم. يسمونها بالتركية تم تتريكها، لأن مصيبتنا نحن الكرد تتم تتريك مناطقنا، أسامي تم تسمية الآن هي تسمى بتونجلي. اليارسانيين هو دين توحيدي للمعرفة، دين توحيدي، يؤمنون بالله الواحد. لديهم نصوص دينية، وتم تحديث دينهم على فترات، كالسلطان إسحاق. إن قلت معلومة خطأ يرجى أن تصحح لي المعلومة. لديهم أركان مهمة جدا، وهي الطهارة،
الصدق، التواضع والتسامح. لديهم للمرأة مكانة عظيمة، مساواة تامة بين الرجل والمرأة. بالنسبة لديهم الطلاق بمجرد وجود خيانة يكون هنالك الطلاق، يحدث هنالك الطلاق. تعدد الزوجات لا يجوز إلا في حالات محددة جدا، عندما تكون المرأة لا تستطيع إنجاب الأطفال، أو تكون مريضة بحيث يكون الالتقاء مع زوجها أمر مستحيل، أو لا تستطيع أن تخدم نفسها بنفسها. أليس كذلك؟ نعم نعم. أما موضوع الميراث وغيره فهم متساوون في كل شيء، لأنهم يقولون كلاهما روح، والروح لا تتصف بالذكورة والأنوثة. هذا أيضا نعم. أستطيع أن أقوله. أنا لخصت الأمور. الآن نأتي، لأن الوقت يمضي ولا نريد أن نطيل على المشاهدين. عندي إضافة صغيرة ما حكينا عنها، صغيرة إضافة. إحنا ديانتنا مو ديانة تبشير أو دعوة، لذلك الفرد الكاكائي لازم يولد من عائلة كاكائية. هذا موضوع يجوز الآخرين يصير عندهم فضول. هل الكاكائي يستقبل ناس يتحولون دينيا إلى الديانة الكاكائية؟ لا، إحنا ديانتنا مو ديانة تبشير. إحنا والإيتيين نفس الحالة، ديانتنا مو ديانة تبشير ولا ديانة دعوة. جميل. إذن أنتم لا تقبلون أحد في دينكم. نعم نعم بالضبط. وضحت الفكرة لجميع المشاهدين. هذه ساعة من الوقت مرت، وشكرا للأخ رجب كاكائي، ودمتم بخير.